الهدوم في الدولاب كتير، مالك كده زي ما تكوني رايحة تشحتي. اتضايقت من كلامها وقلت لها بصراحة أنا قررت أتحجب. طبعا اتصدمت واتقهرت لما اخواتي شافوني وقعدوا يتريقوا عليا، واختي الكبيرة قعدت تقول لي الشيخة نور وتضحك. حسيت وقتها إني متضايقة قوي، بس قررت ما استسلمش لكلامهم وفضلت لابسة الحجاب. وفي يوم في رمضان كنا معزومين إحنا وقرايبنا كلنا عند خالتي. أول ما دخلنا وخالتي شافتني استغربت من شكلي وقالت لي ليه تعملي في نفسك كده؟ قلت لها عملت إيه يعني؟ عشان اتحجبت؟ ما هو الحجاب فرض. قالت لي انت كده كبرتي نفسك ومش هيجيلك عرسان لما تكبري، لأن شكلك هيكون أقل واحدة في صحابك في الجمال. ردت خالتي التانية وقالت لي انت كده يعني قريبة من ربنا؟ احنا برضو بنعرف ربنا على فكرة، بس احنا مش بنحب نتظاهر قدام الناس. قلت لها انا بحاول يا خالته ابقى ملتزمة. ردت بنت خالتي وقالت على فكرة الحجاب مش فرض، وانت اصلا معلوماتك عن الدين قليلة، بس انت بتحبي تتمنظري. وكلهم قعدوا يضحكوا. ولما دخلت ثانوي قررت أنا وندى إننا نلبس الخمار ونوسع لبسنا أكتر، وفعلا ده اللي حصل. وكانت المدرسة ما فيهاش بنات لابسين خمار كتير، عشان كده معظم البنات كانوا بيتجنبونا، وللأسف كان صعب علينا نكون صداقات. فقررنا نشترك في نادي عشان نرفه عن نفسنا شوية. ولما رحنا لاحظنا إن البنات هناك كلهم مش محجبين. لقينا صالة بيلعبوا فيها رياضة، فقلنا نشترك فيها يمكن تكون حلوة. ولما رحنا نتكلم معاهم قالوا لنا ما ينفعش نشترك عشان احنا محجبين، وشروط المكان ان البنات تكون بشعرها. اتضايقت قوي ورجعت البيت قعدت اعيط، وحسيت ان كل الناس رفضاني. قمت صليت ودعيت ربنا كتير ان الاقي نفسي في حاجة وان الفترة دي تعدي. تاني يوم بالليل لقيت بنت عمي بتكلمني وبتقولي إنهم بكرة متجمعين في كافيه فاتح جديد، وإن كل بنات عمي وعماتي هيقضوا اليوم هناك. اتبسطت قوي وقلت فرصة أغير جو. لبست وكان شكلي حلو ونزلت ووصلت المكان الكافيه. وأنا على الباب مرضوش يدخلوني، وقالوا لي قال إيه إني محجبة وإن الحجاب منظر غير حضاري. اتعصبت جدا واتصلت ببنت عمي وقلت لها إني على الباب. خرجت لي واتصدمت لما شافتني لأن بقالنا كتير ما تقابلناش. فقالت لي إيه ده يا نور؟ أنا ما كنتش أعرف إنك اتحجبتي. طب بقولك إيه، ما تقلعي الطرحة وتدخلي، ده اليوم النهاردة تحفة. بصيت لها باستغراب وسبتها ومشيت. رجعت البيت اتصلت بندى وقلت لها كل اللي حصل. قالت لي ولا يهمك، احنا ممكن نشوف حاجة تناسبنا نعرف نعملها. أنا لقيت واحدة بتحفظ قرآن، ايه رأيك لو نروح نحفظ؟ قلت لها والله فكرة، ليه لأ؟ وفعلا